بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن. اللهم آمين يا رب العالمين. لو اللبن قطع منك ما تزعليش يا ست الكل، هتستفادي بيها، هتعمليها غدا، هتعمليها عشاء، هتعمليها وجبة خفيفة تفطري بيها. يعني بصي مش هتخسري برضو. لو كان اللبن مقطع مش هنعمل بيه جرس ولا هنعمل بيه مخبوزات. هنعمل ايه بيه؟ هنعمل بيه أحلى كيكة زي ما انتم شايفين، هشة وطرية زي الزبادي بالظبط. طبعا لما اللبن يقطع بتعتبريه زي الزبادي. ايوه اعمليه بسرعه، صينيه كيكه تحفه، هتطلع معاكي هشه خفيفه طريه. دي كانت سخنه لسه طالعه من الفرن على طول، قطعتها لكم. والله ما شاء الله طلعت تحفه زي ما انتم شايفينها. القوام بتاعها البياض، يعني فعلا حرفيا هتاكلي احلى كيكه ممكن تعمليها. ما تندميش ان اللبن منك قطع، ده بالعكس افرحي لانك هتعمليه بيه كيكه طريه ناجحه هشه خفيفه قطنيه. ولو هتعمليها اول مره هتنجح معاك وهتعتمديها على طول. وبرضو لو اللبن كان مية مية هتروحي تحطي له معلقه خل وتقطعيه، تخليه يقطع كده ويخرز وتعملي بيه احلى كيكه بدل ما تشتري الزبادي. والزبادي برضو نفس سعر اللبن. فيلا بينا بسرعه نعمل احلى صينيه كيكه تعمليها بسرعه. معانا كوبايه من السكر، معانا عدد 2 بيضة. يعني صينية الكيكة اللي انت شفتيها الحلوة دي بعدد 2 كيكة بيضة بس. كوباية السكر عليها 2 بيضة، عليها باكوين فانيليا، اضربيهم في بعض، خليهم لي السكر يدوب زيكي كده يا مسكر. وبعد كده اضربهم لي وطحنهم لي. وتعالي ادي اللبن قطع معايا، جيت اغليه لقيته قطع معايا. زعلت عليه؟ لا ما زعلتش. حطيت بسرعة كده، عملت كوباية وخليت الكوباية التانية أعمل بيها صينية تانية. أيوة ليه ما نعملش صواني من اللبن المقطع؟ عملت صينيتين كيكة من اللبن المقطع والله. كوباية كده وكوباية كده وبيضتين هنا وبيضتين هنا، وعملت صينيتين كيكة منيهم. بعد ما حطيت كوباية من اللبن المقطع حطيت نص كوباية من الزيت من غير ريحة، زيت يكون مش زيت تموين، وضربتهم كلهم على بعض. وجبت كوبايتين من الدقيق عليهم رشة ملح، عليهم باكو الشيف كيك، قلبتهم كده مع بعض. الدقيق لازم ولا بد وحتما وحرفيا لازم تكوني نخلاه مرة واثنين وثلاثة علشان يساعد معاكي في ارتفاع الكيكة وتكون هشة وطرية زي ما انتوا شفتيها يا ست الكل. وربنا يحسن ما بين ايدينا. وفعلا اعمليها وانت مغمضة عينك هتضمني نجاحها، وهتكون معاكي فعلا كيكة خفيفة هتحبيها تاكليها من غير أي افتكاسات فيها. قلبناهم وهنحط الخليط بتاعنا المواد السائلة وهنقلبهم مع بعض في نفس الاتجاه. قلبهم لي في نفس الاتجاه بالظبط. فايه يعني حاولي كده تخلي الكيكة خفيفة معاكي، ما تخليهاش تقيلة. فظبط مقدار الكيكة على مقدار السوائل السائلة. طيب هنظبطها، نظبط القوام ونعملها كلها في اتجاه واحد. وبعد كده جيبيلي صينية حلوة كده ادهنيها دهنة سمنة على شوية دقيق، وصب الخليط العسل ده، حطيه خليها خفيفة ما تخليهاش تقيلة، وخليها مظبوطة زي ما انت شايفاها كده حضرتك. وبعد كده صبها لي في الصينية وروحي سخني الفرن على درجة 180 لحد ما الفرن تسخن. حط صينية الكيكة بتاعتك وخليها كده ايه، مش هتقعد معاكي تلت ساعة، 25 دقيقة بالظبط هتلقيها استوت. يعني ايه، اختبريها بخلة او بسكين هتطلع معاكي تحفة تحفة. وكده كانت استوت معايا من غير اي افتكاسات فيها زي ما انتوا شايفينها، هشة طرية قطنية سريعة. فعلا ما ترميش اللبن بتاعك لو قطع، ما تحتريش ما تزعليش، اعملي بيه احلى كيكة واجمل كيكة ممكن تفطري بيها. اعملي كوباية كوباية شاي على لبن وتشربي، ويعني ايه تاكلي وانت كده مزمزة بحاجة حلوة وخفيفة. بس فضلا وليس أمرا لكل مشاهديني، يا ريت تدعمونا باللايك وتشتركونا في القناة وتنزلوا لنا بكومنت بالصلاة على النبي من ايدكم. فعلا بشكركم، بشكر مشاهدتكم، بشكر كل اللي بيدخل على قناتي وبيشترك لي واللي بيدوس لي لايك وبينزل لي بكومنت بيدعمني. شكرا ليكم، شكرا لمشاهدتكم. وفعلا حرفيا اعملي الكيكة دي، جربيها، اعمليها باللبن المقطع، مش هتندمي مش هتزعلي عليها، وهتطلع أحلى وأجمل من إيدك يا ست الكل. وهتطلع حلوة وهتفرحي إنك عملتيها وهتعمليها على طول وهتعتمديها باللبن المقطع. وكده قدمنا لكم حاجة بسيطة على قد إيدينا، ويا رب كده تكون نالت إعجابتكم.
وطبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء وأشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.